السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين كده. اللهم بلغنا رمضان ايمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى نشوف النهاردة. انا كنت في السوق، تعالوا نشوف سوقنا ايه. كيلو فراولة ب25 جنيه، والجوافية ب15 جنيه. جبت 2 كيلو استفندي ب20، كيلو ب10. ودي ب5 جنيه بهارات. كنت الاول بجيب ب3 جنيه بهارات يعني الراجل بيعبيلي مثلا ب3 جنيه كزبرة، 3 جنيه كمون، 3 جنيه فلفل اسمر، واقول له بالجنيه كده شبرقني. الوقت ما عادش، قال لي 3 جنيه اصلا اتلغت. قلت له خلاص هات لي ب5 جنيه كوكتيل. وده ب5 جنيه ليمون. وجايبه موز برضو، في موز ب10 وفي الاتنين ب25. ودي ارنبتاية ب10 على واحدة للفراخ هدية. 5 جنيه جزر. والطماطم كانت الكيلو وربع ب10. والبصل الأحمر ب25 وده ب15. وايه تاني يا ربي؟ وبرتقان عشان عمور. تعالوا بقى نفضيهم كده. دي ب5 جنيه خيار، جايبينها قرقشة واحنا عند السلم كده عند البوابة بتاع البيت. 5 جنيه خيار. يلا كده نفضيهم بقى في البلاستيكات بتاعتهم كده، او شوفوا انتي بتحطوهم في اللي هي الحاجات بتاعة التلاجة دي بلاستيكات. عندي بحط بقى كل حاجة كده على مقاسها يعني. وهنقوم دلوقتي نغسلهم مع بعض في الحوض، نروق عليهم كده ترويقة بنت ناس. المهم قبل ما نغسلهم كده متنسوش تحطوا اللايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكومنت جميل منكم كده. نعطر الكومنتات كده بذكر الله، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا وليس امر منكم يا جماعة. كده دخلت لي عملت لي اشتراك للقناة، بشكرها. المهم فضيت كل حاجة الاول كده اهو في مكانها. دي ايه يا رب؟ انا باين. كنت جايبة سوارية يوم. السوارية بقى يا جماعة دي على سعر وثمن ايه كده، تقفي تعظمي ربع تعظيم سلام. جبتها سوق 80 جنيه، والسوق اللي هو بتاعه امبارح ده، لان الفيديو ده متأخر اصلا عليكم، مكانش عندي نت. كانت ب100 بدون فصال. 100 مقفولة. بدأت بقى اغسل كده الاستفندي في البلاستيكية كده واروق عليه. بس انا بدأت اصلا اهو في نصه، واتضح ان الكاميرا كانت مقفولة. انا اولا كنت غاسله الحوض ومروقاه يعني، كان بقوم حاطه الحاجات كده في قلبه وموجبه معاها الصراحه. في معايا جنب فاضيه كده، بمسك برتقانه اعملها كده، اطلع كل اللي فيه، بتلمع كده او تبقى حلوه. في ايام بحط نص الكميه دي في التلاجة تحافظ معايا، لان احنا في الشتا ده ما بتبقاش ايه تروحي للحاجات اللي بتسقع دي. واحده كوبايه شاي وقعد في جنب. اقول لكم سحلب يعني، واللبن واسعار اللبن بقى مش عايزين نتكلم عليه. دول الخيارتين اللي كانوا بقى. عامة انا ما بجيبوش اصلا في الشتاء، بس هي كانت 5 جنيه يعني كده، وكنت راح جايبه ده. جبت طماطم برضو كده، لان عندي طفل صغير بيفتح التلاجة كده ما شاء الله عقبال عندكم. بيفتح التلاجة ياخد اي حاجة يعني تقابله ياكلها. فقلت ايه بقى، يعني اصلا شغالة كده من زمان، بس قعدت بغسل كل حاجة احطها في التلاجة، وقت ما يفتح يلاقي الحاجة برضو مغسولة، وابقى مطمنة كده وهو واخد. اصلا اول ما الحاجة بتتغسل كده بتبقى لها طعم ولون تاني كده ما شاء الله عليها. ده كيلو جوافي يا جماعة ب15 جنيه. يا ابني هاتي الكيلو وربع حتى ما فيه. انا جايبه من بيتنا يا ماما، انا شاريه زي
وانا من عشاق الجوافة وبحب اجيبها قوي في الشتاء بالذات. في الصيف اي نعم ريحتها بتبقى مسحسحة حلوة، بس في الشتاء لان هي بتعالج الحساسية اصلا، حلوة للكحة والسعال، فمواظبة عليها يعني في الشتاء بالذات. والفراولة دي بقى بغسلها وبسيب الورقة بتاعتها فيها، اقعد اغسلها كده، اشطف فيها مرتين تلاتة كده واروق عليها وبسيب الورقة بتاعتها فيها. هتقولي ليه؟ اقول لكم كده. دي اول شطفة اهي. الورقة بتاعتها زي اللي بتوصل لها الغذاء بتفضل ايه، خضرة ومنعنعة كده او حمرا ومنعنعة، ما تبقاش دبلانة، حتى لو دخلت التلاجة بتلاقيها لسه فايقة. وده فلفل احمر الكيلو وربع ب20. انا بدأت فكرة ما نجيبش فلفل اخضر واشتري الفلفل الاحمر ناكله وندخله في الاكل بتاعنا كله. مش لازم تجيبي الفلفل الاحمر تعمليه اللي هي الهرسة الشطة دي او للمشي، لا انا خلاص اتعمدت كده وخدتها طريقة معتمدة يعني معايا بالذات. اشتري فلفل احمر وقت ما يكون موجود يعني، لان هو له مواسم. بندخلها في كل السلطة بقى والاكل بتاعنا الوقت اي حاجة، وبنحطه كده ناكله مع الجبنة برضه، سندوتشات الجبنة زيه زي الفلفل الاخضر بالظبط، بس يعني فيتاميناته بتبقى ايه عالية عن الاخضر. وده هنا بقى كانت التسوية اتوصلت كده وروقت عليها وحطيتها في جنب تصفى برضه وتهدى. اي بق مية تاني كده بيبقى فيها بقى امرها ايه مصفياه ومضياه بقى مكان. لو التسويقة بتاعتي عجبتكم بقى كده او الفيديو بتاعي عجبكم، نشوف لكم اشتراك. سلام.